أهلا بكم في همسة الحيوان. أتمنى تكونوا بخير وسلام. النهاردة هنتكلم عن حاجات جميلة جدا وأتمنى تعجبكم. يا ترى أنت فاكر أنك عارف كل حاجة عن الحيوان الأليف اللي عندك؟ خلي بالك، ورا كل الشكل اللطيف ده أسرار علمية غريبة جدا يمكن أول مرة تسمعها. يلا بينا نكتشف 10 أسرار عن القطط والكلاب والأرانب وحتى السمك والببغاء. يلا بينا نشوف 10 أسرار ونستمتع مع بعض. السر الأول، القطط والحاجات الحلوة. أو الحلوة عموما عمرها ما هتحس بطعم الشوكولاتة ولا الكيكة، مش لأنها مش بتحبها، لأ، هي جيناتها أصلا مش بتستقبل الطعم الحلو. يعني حتى لو غصبتها إنها تجرب الطعم عندها عادي جدا، هتجرب وهتاكل، مش مشكلة، يعني مش هتقولك لأ، بس هي ما بتحسش سواء كان الطعم ده شوكولاتة أو طعم الكيك، مش بتحس هي، بس لأن الجينات بتاعتها أصلا ما بتحسش بالحلو. تاني سر معانا اللي هو الكلاب والدكتور الخفي. الكلب اللي بيلعب معاك دايما وصديقك وكل حاجة معاك، هو كمان ممكن يكون من غير ما يحس أو من غير ما يعرف إن هو بينقذك من مرض خطير. علماء قالوا إن الكلاب بتشم السرطان والسكري وكورونا من ريحة العرق والنفس، وبدقة رهيبة توصل 94%. يعني تخيل الكلب بيشم ريحة، لو عندك كورونا أو عندك لا قدر الله سرطان أو سكري، بيشم الريحة من العرق بتاع الشخص أو من النفس بتاعه. يعني الدكتور من غير ما يعرف، الدكتور معك في البيت، ده غير إنه هو صديق وفي وجميل ولذيذ. السر الثالث اللي معانا الأرانب. جفن الأرنب السري، الأرنب عينه مش عينيه زينا، لا، هو عنده 3 جفون. الجفن الثالث شفاف وبيحمي عينه من التراب، وهو لسه شايف، يعني هو انت شايف، بس هو لا، هو قافل عينه، بس ده شفاف جدا، عينه انت شايفها مفتحة وفعلا بيشوف وكل حاجة، بس هي شفافة. هو ده جفن بيحمي عينه من التراب وأي حاجة تيجي تدخلها. فلابس نظارة من غير نظارة رباني. بيشوف بوضوح، يعني مش بيشوف كده، لا، هو بيشوف بوضوح لأنها شفافة جدا، بس بتحميه من التراب وأي حاجة تدخل جوه عينه. السر الرابع، السمك والذاكرة. فاكرين الكذبة المشهورة إن السمك بتنسى أو السمك بينسى عموما بعد 3 ثواني؟ الحقيقة دي مش حقيقة، ده كذب. الجولد فيش بيفتكر لحد 5 شهور، يعني بيفتكر حاجات لمدة 5 شهور كاملة. وفي تجارب كمان علمية اتعلمت الجولد فيش إنها تعدي متاهة صغيرة عشان توصل للأكل. يعني هي عارفة المكان اللي هي رايحاه لأن فيه أكل، وهي عارفة مكانه فبتروح له كمان. يعني هي بتفتكر كويس مدة 5 شهور، بتفتكر الحاجة اللي هي رايحة لها أو عارفاها، هي فاكراها مدة 5 شهور. يعني الموضوع مش صح إن زي ما بيقولوا انت ذاكرتك زي السمك بتنسى بسرعة، لا، السمك ما بينساش بسرعة.
كان عندها كده ذاكرة قوية وأقوى من اللي الناس كتير متخيلاه زي ما كانوا بيقولوا أو كانوا مفهمينا، لكن العلم بيقول غير كده. السر الخامس الببغاء اللي بيفكر. مش كل ببغاء مجرد يعني مسجل صوت بس، يعني بيغني أو بيقول صوت أو أنت بتعلمه يقول حاجة مثلا معينة، صوت معين، أو بيعمل صوت كده أنت بتحبه. لأ، في واحد اسمه أليكس، العلماء دربوه، ده ببغاء اسمه كده. العلماء دربوه وكان بيقول عدد ولون وشكل، وكان صح جدا في الموقف ده. ازاي بقى؟ يعني لو قدامه 3 مكعبات لونهم أحمر، كان يقول 3 أحمر. تخيل الببغاء بيقول 3 أحمر، عارف إن دي مكعبات ودول 3 عدد، يعني عارف العدد وعارف اللون. يعني إدراك بجد، مش ترديد وخلاص، لأ هو مدرك، هو عارف إن ده لون أحمر ودول 3 المكعبات 3، شايفهم 3، مدركهم تماما، ومدرك كمان إن اللون أحمر. السر السادس ودان القطة السوبر. القطة دايما كده وانت قاعد فجأة تلاقيها بصت على حاجة معينة أو ركزت في شيء معين انت مش سامعه، لكن هي سامعة كويس جدا ان في صوت. مثلا لو عندك جهاز وممكن يكون صادر منه صوت بس انت مش سامعه، لكن هي سامعة كويس جدا. بتسمع أصوات بتوصل ل64,000 هرتز. احنا بنسمع لحد 20,000 بس، لكن هي 64. يعني أي حركة بسيطة جدا انت استحالة تكون تسمعها، هي بتسمعها. وده سبب انها فجأة تبص ناحية جهاز او في البيت، او انت مش سامع حاجة خالص. زي ما قلت ان هو مش بتبقى سامع الحاجة دي، لكن هي بتبقى سامعها كويس جدا. السر السابع البوصلة الغريبة. في دراسة من ألمانيا اكتشفوا ان الكلاب لما بتيجي تعمل حمام بتوجه جسمها شمال أو جنوب حسب المجال المغناطيسي للأرض. تخيل، يعني لما احنا بتنزل أو تتمشى مع كلبك ويجي يعمل حمام، بتلاقيه بيلف كده، يلف شوية أو يروح هنا ويجري، مش هنا ويمشي كده ومشي كده. لا، هو مش بيعمل كده وبس، لا هو بيشوف حسب الاتجاه بتاع المغناطيس بتاع الأرض، جنوب أو شمال. يعني مش كده، مش الحركة دي هباء أو بيعملها وبتصرف التصرف ده وبس، لأ هي يعني الكلب اللي عندك شغال GPS من غير ما ياخد باله، انت معاك GPS. السر الثامن الأسنان اللي هي ما بتقفش. أسنان الأرنب طول عمره وهو موجود على الأرض الأسنان بتاعته بتكبر، فعمرها ما بتقف، على طول بتكبر. عشان كده لازم الأرنب يقعد يقردم في حاجة، يعني مثلا زي الجزر، زي الخشب، أي حاجة لازم أسنانه تتحرك. لو ما عملش كده ممكن أو ياكل برسيم، ممكن لو ما عملش كده ممكن تطول وما تمنعه عن الأكل. لو تولد سنانه ما يقدرش ياكل، فهو طول الوقت تلاقيه لازم يقردم في حاجة، خشب، أي حاجة قدامه هيقردمها علشان سنانه ما تطولش، لأن لو تولد مش هيقدر ياكل. السر التاسع وهو نوم السمك الغريب. السمك بينام فعلا بس من غير ما يغمض عينه، مفيش عنده جفون، فيدخل في حالة سكون، يعني يفضل ثابت في مكانه كأنه نايم صاحي. في نفس الوقت تبقى مثلا انت شايفه هو صاحي، لكن لا هو نايم،
فهو نايم صاحي زي ما بيقولوا مفتح عينيه، لا هو بقى في حالة سكون، لأنه ما عندوش جفن عشان يكفله عشان تقول ده نايم أو صاحي، لا هو ما عندوش جفن. السر العاشر الببغاء المعمر. في ببغاءات زي المكاو أو ممكن تعيش 70 أو حتى 80 سنة. يعني ممكن أنت يبدأ حياته معاك وأنت طفل ويفضل عايش معاك ليكون عندك أحفاد. فالحاجات دي بجد غريبة وجميلة، وكل واحد ما يقرأ ويشوف عنها بيشوف حاجات غريبة جدا ويستمتع بيها قوي. بتبقى بقى الحيوانات الأليفة مش بس كائنات لطيفة بنربيها، دي عوالم مليانة علم وأسرار. قولولي بقى في الكومنتات أنهي سر في 10 اللي احنا قلتهم فاجأكم أكتر أو كنتوش تعرفوه. وبتمنى لكم من كل قلبي كل سلام كل حب، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. استنوني في فيديوهات تانية كتير. باي باي.